السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ما قاله الإمام وليد مهساس صاحب اللقطة المشهورة مع القطة اليوم في أول خرجة له. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا خرج اليوم الإمام وليد مهساس وصرح في خطبته الجمعة بتصريحات عن اللقطة التي أثارت ضجة كبيرة في أنحاء العالم، وقال: لن أصرح لأي وسيلة إعلامية في الوقت الحالي رغم الاتصالات الكثيرة من الإعلاميين داخل وخارج الوطن. اللقطة كانت عفوية وأريدها أن تبقى عفوية. لم أتلقى أي تكريم من طرف مديرية الشؤون الدينية، وما تم تداوله من طرف بعض الصفحات هي صورة قديمة. أنفي تماما ترتيب هذه اللقطة، والقطة دخلت إلى المسجد من الشارع. للإشارة أعزائي المشاهدين فإن الحادثة لقيت رواجا واسعا في أوساط رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية. مشهد القطة وهي تصعد على كتف الإمام مهساس، والذي كان هادئا ورحما في ردة فعله اتجاهها، بلغ أزيد من 1.5 مليار مشاهدة عبر العالم، لتتصدر بذلك المشهد الدولي وتتغلب على كل ما تم بثه رغم عفوية اللقطة. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.